السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. معاكم نورة من قناة مطبخ نور. ان شاء الله باذن الله فيديو جديد النهارده من فيديوهاتنا. هنعمل ان شاء الله باذن الله مع بعض قراقيش كده بالعجوة. بالعجوة وسادة، وهنعملها بطريقة بسيطة جدا ومقادير سهلة. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وان شاء الله يبقى فيديو فيه افادة ليكم. نشجع بعض كده ونعمل الحاجات الحلوة اللي بتدفي البيت في الشتاء دي، والولاد بيحبوها. ان شاء الله باذن الله هنعملها باقل التكاليف. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة، وكمان نشوف مقاديرنا. بس قبل ما ندخل في الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله بإذن الله فيديو جديد نستفيد منه ونطلع منه بإفادة ان شاء الله بإذن الله، ونطلع منه الأهم بقى ان احنا نتشجع ببعض. عايزة بس أرحب بالناس الجديدة اللي دخلت على القناة. نورتوني ونورتوا القناة، ووجودكم دايما بيسعدني. ان شاء الله بإذن الله مش عايزة المقادير تفوتنا. احنا ان شاء الله هنستخدم كيلو ونص من الدقيق. هنستخدم له ايه؟ كيلو ونص من الدقيق. هنستخدم نص كيلو من المادة الدهنية. هنستخدم نصها سمنة ونصها زيت. انا هنا وزنت 250 جرام من الزيت، وهوزن برضو زيهم 250 جرام من السمنة. لو عندك الميزان ده وعايزة توزني مثلا في طاسة او حلة او اي حاجة كده اللي انت هتسيحي فيها زي ما انا عملت كده على طول، فبتعملي ايه؟ بتحطي الحاجة اللي هتوزني فيها الاول على الميزان، وبعد كده تشغلي الميزان. انت كده بتبقي صفرتي الميزان عشان يحسب لك صح. تمام. وزننا كده 500 جرام من المادة الدهنية، نص كيلو. وزننا 250 جرام زيت و250 جرام سمنة، او كوباية كبيرة زيت وكوباية كبيرة سمنة لو ما عندكيش الميزان وعايزة تستخدمي بالكوباية. الكوباية او المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي اللي هو بيبقى 250 جرام تقريبا. معايا ايه كمان؟ معايا حليب. انا بجيب الحليب ده من الفلاحين كده، بيبقى طازة وحلو اللهم بارك، وبيبقى ما شاء الله قشطته حلوة جدا. حطيت هنستخدم قد ايه مادة سايلة ل وصفة النهاردة. هنستخدم حوالي 700 جرام. ضفت زي 470 جرام او 450 جرام من الحليب، وهضيف عليهم الباقي مية. تمام. فكده بقى معايا 700 جرام من المادة السايلة، اللبن يعني زي كوبايتين لبن وكوباية مية. تمام. دفيت اللبن كده على النار، خليته دفى كده على النار. بعد كده هضيف عليه معلقتين كبار من الخميرة الفورية، او كيسين. هو الكيس تقريبا بيبقى معلقة كبيرة، فهضيف كيسين. لو عندك في برطمانات يعني اللي هي البرطمان، فضيفي معلقتين كبار. يبقى كده 700 جرام من الحليب والميه. ضفت عليهم معلقتين كبار من الخميره الفوريه، وكمان 3 معالق من السكر. قلبيهم كويس بقى كده يعني جدا كده مع بعض بمضرب او بمعلقه. كان جنبي الهاند بلندر فاستسهلت وقلبت بيه كده بسرعه. هقلب المكونات دي كده مع بعض، وهركنها شويه عشان الخميره تتفاعل. بس كده نركن بقى دي الخميره تتفاعل، والسمنة بتاعتنا بتسخن على النار. تعالوا بقى نجهز المكونات. الجافة بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه؟ هاتي بقى منخل، او هاتي مصفى ضيقة كده، يعني اي حاجة تنخلي بيها الدقيق. لازم ننخل الدقيق اول حاجة عشان نتأكد من نظافته، تاني حاجة عشان تدخلي له هوا عشان يبقى حلو معاكي في العجن. جبت المنخل الظريف المقطقط بتاعي ده، وجبت البولة الكبيرة اللي هشتغل فيها دي. الطرف بتاعها ده كان قرب من النار شوية، فلحقته الحمد لله قبل ما تتدمر يعني. ضفت كده كمية الدقيق كلها، وهي كيلو ونص من دقيق الكحك والبسكوت. آه، انا جبت دقيق كحك وبسكوت عشان طبعا احنا هنشتغل هيبقى فيه سمنه وكده، فلازم تتاكدي ان نوع الدقيق اللي انت جايباه كويس عشان ما يطردش السمنه، او لازم تتاكدي ان هو هيقبل السمنه. فانا جبت كيلو ونص من دقيق الكحك والبسكوت. نخلته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه في البوله، وبعد كده هضيف عليه معلقه كبيره او معلقه ونص من بيكنج باودر. انا ضفت الكيس ده، هو تقريبا كان معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. بعد كده معلقه صغيره من الملح، وهضيف زي 5 معالق كبار او 6 معالق كده من السمسم المحمص. هقلب بقى المكونات الجافه دي مع بعضها كويس جدا. وفي الوقت ده كانت السمنه بتقدح على النار. يعني ايه بتقدح؟ يعني بتغلي. انا مش هعمله على البارد،
انا حابه ان انا اعمله على السخن. احنا في الشتاء مش مثلا، مش هنقول مثلا ممكن في الصيف ما احبش اعمله كده مقدوح عشان بيعمل حموة على الصدر وكده. ممكن تاكلي اتنين ما تستحمليش تاكلي التالتة. اما في الشتاء لا عادي ممكن تقدحي السمنة، بس خدي بالك لو هتشتغلي في بولة زي اللي انا شغالة فيها كده، فخدي بالك ما تنزليش بدفعة السمنة كلها مرة واحدة، لازم تنزلي بيها دفعات حاجات صغيرة جدا، وايدك التانية يبقى فيها المعلقة، وتحاولي ان انتي تقلبي بسرعة. او لو عندك بقى من البداية حاجة سلستيل ممكن تشتغلي فيها على طول، او بولة ازاز ممكن تستحمل الحرارة اشتغلي فيها على طول. انا البولة معايا ما جرالهاش اي حاجة. التقليب مش متزن شوية لان انا ايد ماسكة الحلة والايد التانية بقلب بيها. بس كان مهم جدا ان انا لازم تبقى في ايدي المعلقة وانا بنزل بالسمنة، عشان اقلب السمنة مع الدقيق بالشكل ده، عشان السمنة ما تروحش بسرعة على حروف البولة فتحرقها معايا وتبوظ. بس كده نزلت بيه كمية السمنة بتاعتي كلها، هديله بقى تقليبة كده وهسيبه شوية يهدى، لان طبعا السمنة زي ما شفتوها اول ما نزلت عملت فوم كده فهي مغلية. ف فمش هينفع ان انا احط ايدي ابسه دلوقتي، فانا هسيبه شوية يهدى، واول ما يهدى تماما هبتدي ايه ان انا اشتغل فيه معاكم. وهتشوفوا هنعمل ايه. آه في نفس الحلة اللي احنا سيحنا فيها بقى السمنة، هي نظيفة طبعا، في سيحنا فيها السمنة بس. معايا انا هنا كنت عايزة اوريكم هم 750 جرام من العجوة، كيلو الا ربع. انا مش هعمل كمية القراقيش كلها بالعجوة، انا الاساس كانت قراقيش سادة بس في فئة حبت بالعجوة، فهنعمل النص والنص. نزلت بكمية العجوة كده في الحلة بتاعتنا، و هبتدي بقى خلاص هنا الدقيق كان برد معايا شوية، ما بردش قوي بس برد شوية ايدي تستحمله. بدأت ان انا بقى ايه ابس الدقيق كويس بالسمنة، لازم اغلف كل حباية دقيق بالسمنة كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتكوروه كده في ايديكم، بتضغطوا عليه بيتكور كورة، ولو ضغطتوا عليه بيتفرج بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. بسيه كويس جدا. طبعا مش ده الوقت اللي انا بسيته فيه، انا فصلت الكاميرا وبسيته شويه مع نفسي كده، وبعد كده عملت شويه صغيرين جدا معاكم عشان ما اطولش عليكم. بعد ما بسيت الدقيق كويس قوي كانت الخميره بتاعتي تفاعلت اللهم بارك، وكمان اللبن ما شاء الله تقريبا من الخفق كده بالهاند بلندر كان عمل قشطه زي ما انتوا شايفين كده. يعني حاجه بقى مهمه جدا، ما تنزليش بكميه السوائل كلها مره واحده. زي ما انتوا شايفين انا نزلت بكميه صغيره من السوائل لغايه بس ما اشوف الدقيق معايا هيقبل سوائل قد ايه، لان طبعا نوعيه الدقيق بتختلف من نوع لاخر، فما ينفعش ان انت تنزلي بكميه السوائل كلها مره واحده وتلاقي نفسك العجينه ساحت منك وانت مش عارفه تعملي ايه، او مش عارفه تجيبي دقيق تاني، او مفيش دقيق تاني. فلا، انزلي بكميه السوائل واحده واحده، ولو احتاجت زودي برضو حبه بحبه لغايه ما تتاكدي ان العجينه معاكي بقت حلوه. انا في المرحله دي نزلت بكميه من السوائل، نزلت بحوالي كوبايتين وسبت كوباية لغاية بس ما اشوف العجينة معايا هتقبل تاني سوائل ولا كده خلاص. احنا مش بنعجن، احنا بنبتدي نفتح في العجينة زي ما انتوا شايفين كده ونمرر فيها يمين وشمال لغاية ما نحس ان هي اتشربت السوائل كلها. بنختبر العجينة بتاعتنا ازاي عشان نتأكد ان هي كده تمام ولا لأ. بنكورها كورة كده بين ايدينا وبنضغط في منتصف الكورة، لو عملت تشققات زي ما انتوا شفتوا دلوقتي يبقى هي محتاجة سوائل تاني. لما لقيتها محتاجة سوائل تاني ضفت معلقتين تلاتة كده، برضو ما ضفتش كمية كبيرة، لسه الكازارولا او اللبانة لسه فيها لبن، ما ضفتش الكمية كلها عشان الموضوع ما يسحش مني وارجع بعد كده ما بقاش عارفة اعمل ايه. ضفت شوية من السوائل، وهي هنا في المرحلة دي أخدت مني كمية السوائل اللي كانت موجودة كلها في البولة. يعني هي أخدت مني كمية اللبن والمية، تقريبا أخدت 3 كوبايات كلهم، 700 جرام من السوائل أخدتهم كلهم. وكمان كان عندي كلنا عارفين بقى الروايح اللي هي بتاعت الكحك والحاجات دي، أنا كان عندي ريحة الموز كانت موجودة ومتاحة عندي يعني، فحبيت ان انا استغلها واستخدمها، فضفتها وضفت كيس من الفانيليا، وضفت كمان اخر حاجة كانت باقية في اللبن
وعجنت بقى العجينة بتاعتي، مش عجنتها يعني، قلبتها كويس جدا لغاية ما اتشربت السوائل كلها، واتأكدت زي ما انتوا شايفين كده. هنختبرها برضو تاني اهو زي ما انتوا شايفين، بنعمل كورة وبنضغط عليها من المنتصف زي ما انتوا شايفين. بصوا اللهم بارك، ولا عملت تشققات ولا عملت اي حاجة، وما شاء الله. هنا بقى في المرحلة دي خلاص انا اتأكدت كده ان العجينة بتاعتي ظبطت والحمد لله بقت حلوة. لو في المرحلة دي اختبرتيها ولقيتي فيه تشققات من الجناب، فهي في المرحلة دي بتبقى محتاجة شوية لبن، زوديها شوية صغيرين، بشوية صغيرين لغاية ما تتأكدي ان هي ظبطت معاكي. خلاص كده بصوا العجينة هقلبها من البولة، بصوا شكلها اللهم بارك، حلوة جدا. وعجينة كانت ما شاء الله، هتشوفوها واحنا بنفردها واحنا بنشكلها، ما شاء الله كانت حلوة قوي. غطيها بقى لو عندك استرتش راب، غطيها فوطه نظيفه اي حاجه، المهم تحكمي عليها كويس قوي بالغطا عشان تختمر كويس. انا ما كانش عندي استرتش راب بصراحه، ف كان جنبي غطا الحله ده، رحت جايه حاطاه كده وحاطه الفوطه بتاعه العجين كده، غطيت بيها. انا الفوطه دي عاملاها للعجين بس، غطيت بيها وهركنها بقى على جنب دلوقتي خالص تخمر براحتها. اخدت معاكي قد ايه يا نوره في ان هي تخمر؟ اخدت بالظبط حوالي نص ساعه. نص ساعة بالظبط، كانت ارتفعت كويس قوي، هتشوفوها برضو معايا. هنا بقى جبت الحلة الجميلة بتاعة السمنة اللي احنا مسيحين فيها السمنة، ونزلت بكمية العجوة بتاعتي. اتفاجئت ان هي انا جايباها على اساس ان هي عجوة منسولة. منسولة يعني ايه؟ يعني ما فيهاش ولا بذر ولا نوى ولا اي حاجة يعني، نضيفة ومنسولة ومطحونة. اتفاجئت ان هي فصوص عادي خالص، ففصلت معاكم الكاميرا وفصصتها وجهزتها. وكان لازم ان انا انعمها شويه عشان تبقى كويسه معايا في القراقيش، ما تبقاش فيها حتت بارزه من العجينه او حاجه فتتحرق. فجبت الهاند بلندر كده وبدات ان انا اديها كده ضغطات كده متقطعه منه لغايه ما فرمتها، يعني نوعا ما مش ناعم قوي، يعني فرمتها فرم حلو، يعني تحسي وانتي بتاكلي القرقوشه كده ان هي عجوة، مش ناعمة قوي للدرجة. بصوا هنا كنت عايزة اوريكم ان هي ما شاء الله، يعني بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كانت حلوة قوي. احنا كده العجوة بتاعتنا خلصت على كده؟ لا ما خلصتش، في خطوة تانية هنعملها. هنجيب معلقة سمنة بلدي حلوة من اللي احنا مسيحينها مع بعض. هجيب معلقة سمنة بلدي وكمان حوالي معلقتين من السمسم المحمص، وهبتدي انزل بيهم كده على العجوة وهقلبهم كويس جدا مع بعض. اللي وصل لغاية هنا في الفيديو ما عملش اشتراك للقناة، بتمنى تنوروني بالاشتراك وتزيدوا ليا اخ واخت على القناة، عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله بإذن الله، ونبقى احلى عيلة كده جميلة قوي على اليوتيوب. خلاص كده بصوا هي هنا في المرحلة دي خلاص كده عجناها حلو قوي. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه. العجينة بتاعتي كانت خمرت زي ما انتوا شايفين، وكانت اختمرت حلو قوي يعني ما شاء الله. حلو قوي مرحله ان انتي تقفلي على العجينه كويس قوي لما تبقي عجناها، بالذات في الشتاء. انتوا شايفين السقعه والجو اللي احنا فيه، فلازم كنت اضغط عليها بحاجه تقفلها كويس. لو كنت حطيت الفوطه بس ما كانتش هتخمر بالسرعه دي وترتفع الارتفاع ده. غطا الحله ده قفل حلو قوي على الطبق البلاستيك ده، فقفل عليه كويس جدا يعني ما خلاش فيه اي منفذ، فالعجينه اختمرت بسرعه. هبتدي بقى مرحلة مهمة قوي، ان انتي لازم العجينة تكون جنبك متغطية وانتي شغالة، يعني ما ينفعش تسيبي العجينة مكشوفة عشان وشها طبعا ما ينشفش منك وتشكيلها يبقى صعب. بتقطعي قطعة من العجينة بتاخديها وبتغطي على باقي العجين. مهم قوي تعملي مساج للعجينة او تمرير كده لقطعة العجين اللي انت هتشتغلي فيها، تمرريها بين ايديكي كويس قوي وتمرريها على الرخامة زي ما احنا عملنا كده مع بعض، وهنعمل تاني وتالت هتشوفوا دلوقتي هنعملها ازاي. بتمرري حتة العجينة كويس جدا بين ايديكي وبتمرريها على الرخامة يمين وشمال عشان العجينة تتفرد معاكي بكل سهولة. بدأت ان انا افرد العجينة وزي ما انتوا شايفين اللهم بارك بتتفرد بكل سهولة خالص. وهبتدي بقى هجيب القطاعة، ولو مش موجودة القطاعة دي اشتغلي بالسكينة على طول، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. يعني احنا شعارنا على طول ان احنا كل حاجة وليها بديل، مفيش حاجة بنقف عليها. بدأت ان انا اقطع. طبعا بتقطعي
العرض المناسب ليكي. اولا هو السمك بتاعها بيبقى حوالي 2 ملي. يعني ما تخليش السمك يبقى اكتر من كده، عشان هي طبعا بتختمر وهتعلى اكتر من كده، وهتشوفوا شكلها لما تختمر. هوريها لكم في الصينيه هتبقى عامله ازاي. هتجيبي بقى الصاج اللي انت هتشتغلي فيه، اللي انت هتخبزي فيه، او هتجيبي الصينيه اللي انت مثلا هتخبزي فيها. اول حاجه الصينيه او الصاج مش هيدهن بماده دهنيه، يعني مش بندهنوه بماده دهنيه. احنا مجرد بس ان احنا بنرص فيه القراقيش بتاعتنا على طول. تمام. ببتدي بقى افرد زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو لازم تظبطي السمك بتاع جميع الحروف بتاعتها، ما تبقاش يعني جزء منها مثلا تخين او جزء رفيع، لا اظبطيها كويس قوي. ولازم تظبطي الحروف زي ما انت شايفة كده. بنقطع الحروف عشان نساوي معانا القراقيش تبقى كلها شكلها واحد. ولو حسيتي ان في جزء مش متساوي كويس افرديه وسويه. اللي طلع مننا من الحروف ده احنا مش بنرميه طبعا، احنا مش بنهدر اي حاجة، ده كله هيرجع معانا في القطعة اللي احنا هنشتغل فيها. هتتعجن تاني يعني هنمررها تاني وهنعملها تاني وهنقطعها. اي جزء بيطلع معانا من الحروف او من الاطراف بيدخل في قطعة العجين اللي بعدها، وبنشتغل بيه اول باول. اللهم بارك، يعني ما شاء الله كانت قرفتهم حلوة قوي. عايزه اقول لكم هم اتعملوا في السهره كده بعد الغدا. اتعجنوا مفيش ساعه زمن كنت عملتهم، كانت الدنيا بتشتي تلج يعني. كان بصراحه يومهم يعني اتدفيت احلى تدفئه في المطبخ. فرن طبعا شغال، وانتي طبعا طول ما انتي شغاله في السقعه مش بتحسي بسقعه. فبقى الفرن شغال، وانا المطبخ عندي زي ما انتوا عارفين حجمه مش كبير، حجمه صغير. الفرن بقى شغال، وبصراحه كنت متدفيه وكنت مبسوطه قوي وانا بعملهم يعني. حاجه جميله بتكاليف قليله. مهما كان ان انتي كلفتي عليهم، عمر تكلفتهم ما هتيجي ربع اللي هتشتريهم من بره. بل بالعكس بقى، دي حاجة نظيفة انت عاملاها في البيت. نخلة دقيق في البيت، عارفة المادة الدهنية اللي انت حطاها ايا كان، حتى لو حاطة زيت فانت عارفة ان هو زيت نظيف. دلوقتي الفرام مش بتشتغل بزيوت، على اقل زيوت عادية طبيعية، لا دي بتشتغل بحاجات تانية، يعني حاجات مش حلوة خالص. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر، حتى لو الحاجة عملتيها في البيت بكوباية زيت، بلاش سمنة، خلينا في كوباية الزيت. هتبقى أنظف وأحلى بكتير من هتشتريها من بره. والحاجة من بره بتبقى مكلفة، وفي نفس الوقت ما بتبقاش حلوة زي حاجة البيت. احنا كده عملنا أول صينية، عملناها سادة. وعملت معاكم كده هنعمل تاني صينية، هنعملها بالعجوة، بحشو العجوة. يعني انا همشيها كده، يعني هعمل صينية سادة وصينية عجوة لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. الصينية اللي عملناها السادة اول صينية، انا لسه ما شغلتش الفرن عليها، انا سايباها ترتاح وتختمر، وهوريكم شكلها بعد ما هترتاح. حجمها يعني هيتضاعف ازاي. نفس برضو الفكرة، برضو اللي بالعجوة نفس الفكرة. بتجيبي برضو قطعة من العجين، بتمرريها كويس، اهم حاجة تمرريها كويس بين ايديكي، وبعد كده تمرريها كويس قوي على الرخامة. رخامتك نضيفة، السطح اللي انت شغالة عليه سواء الرخامة او ترابيزة او اي حاجة، بتتأكدي ان هو نضيف تماما قبل ما تشتغلي عليه. فرد العجوه ده بقى زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه. لو عايزه زي ما انا عملت كده بين ايديا، انا عملت دي حاجه، وبعد كده هرجع بقى اجيب كيس وهفتحه ان انا افرد عليه العجوه بالنشابه، يبقى الموضوع اسهل. بس انا ما اتذكرتش خالص الفرد بالنشابه غير في الاخر. بصوا هنا اللهم بارك، دي كانت كده اختمرت، دي اول واحده عملناها الساده دي. بصوا حجمها تضاعف ما شاء الله ازاي. هنشغل بقى الفرن على ايه؟ هنشغل الفرن على درجه حراره 190 ل 200 درجه. وهحط الشبكه في الرف الوسطاني وهشغل من تحت بس. اخدت معايا في الفرن قد ايه؟ اخدت في الفرن بالظبط 15 دقيقه. انا الفرن عندي مش حامي قوي، الفرن هادي. لو انت الفرن عندك حامي هتاخد معاكي اقل من كده، ممكن 10 دقايق او 7 8 دقايق. وكانت استوت حلوة قوي. الكمية اللي انا عملتها كلها، انا ما ولعتش الشواية خالص على اي حاجة فيهم. هي التسوية بس من تحت.
تستوي من تحت واخدت لون من فوق بدون ما اولع الشوايه. خلاص كده انا في المرحله دي بقى كنت شغلت الفرن، يعني الموضوع بقى اسهل معايا. بقى الصينيه اللي في الفرن بتتخبز، التانية جاهزه بتتخمر، وانا شغاله على الرخامه برضو بجهز جزء تاني، دي تطلع ببدل، وهكذا لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. حاجة مهمة قوي برضو لما بتيجي تفردي العجينة، اتأكدي ان السمك بتاعها كله مظبوط. لو عندك نشابة، هنعمل دلوقتي جزء بيها، فيكون افضل افردي بيها. لو حاسة ان انت هتعرفي تظبطي الدنيا بايديكي، خلاص اشتغلي. هي العجينة ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، كانت في ثانية على الرخامة كانت بتتظبط وبتتفرد ما شاء الله. بصوا هنا كنت طلعت بقى اول صينيتين، السادة والصينية اللي بالعجوة، يعني ما شاء الله كانوا مخبوزين حلوين قوي. بصوا هنا جبت النشابة وبدأت أفرد بيها العجينة. ما شاء الله انتوا شايفين بعينيكوا بتتشال يمين وشمال، ولا طرية اللي هي ملزقة، ولا ناشفة اللي هي صعبة في فردها. لا ما شاء الله مقاديرها مظبوطة جدا. كيلو ونص من الدقيق، ضفت عليه معلقة صغيرة من الملح، معلقة ونص أو كيس من البيكنج باودر. قلبت المكونات دي كويس مع بعض، ضفت لهم 5-6 معالق كده من السمسم المحمص، وقدحت كوباية من السمنة وكوباية من الزيت مع بعض، ونزلت بيها على الدقيق، بسيتهم كويس جدا مع بعض. كنت مخمرة الخميرة في ايه؟ كنت مخمرة الخميرة في كوبايتين من الحليب، وعليهم كوباية من المية. لو عندك ميزانة وزني بالجرامات، 700 جرام من المية او السوائل، يعني اللبن على الحليب، اللبن على المية. ضفت عليهم 2 باكت او معلقتين كبار من الخميرة الفورية، و3-4 معالق من السكر، وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وسبتهم اول ما رفعوا. وكنت بسيت الدقيق كويس قوي، نزلت بيه كمية السوائل بتاعتي بالتدريج على العجينة، وعجنت العجينة بتاعتي كويس قوي. هي اخدت الكمية كلها. لو كانت فاضل حاجة او ما اخدتش الكمية كلها اكيد كنت هعرفكم، بس هي للأمانة أخدت الكمية كلها. وطلعت ما شاء الله العجينة مظبوطة جدا، ولا ناشفة ولا بتشقق. جربت واختبرت العجينة بعد ما ضفت كوبايتين من السوائل، لقيتها محتاجة تاني. عرفت ازاي؟ عرفت لما كورت كورة من العجين بين ايديا وضغطت عليها من المنتصف، لقيتها شققت من الجوانب، فهي كده تبقى محتاجة سوائل تاني. عجنت عجينتي كويس قوي وسبتها اختمرت. حابه تعمليها ساده كلها زي ما انت شايفه في الصينيه كده، دي قراقيش ساده براحتك. حابه تضيفي عجوه او ملبن برضو براحتك. هنا خلاص كنا خبزنا الكميه بتاعتنا، صاج ورا التاني او صينيه ورا التانيه، والكميه كلها كانت خلصت. اللهم بارك، كانت حلوه وما شاء الله ريحتها كانت جميله، ملت البيت كله. انا عايزه اقول لكم الولاد وهم طالعين شمين ريحتها من مدخل العماره من تحت، شمين الريحه، يعني الريحه طالعه ما شاء الله حلوه. بصوا العجوه فيها عامله ازاي. طبعا بتقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها، حابه تقطعيها رفيع طويل قصير تخين اللي انت عايزاه. انا قطعت كذا تقطيعه عشان اوريكم شكلها. بصوا هنا، بصوا انا مقطعه الصغيره والطويله والرفيعه، وهوريكم تاني اطول من كده انا مقطعاها. انا حبيت اقطع كذا شكل عشان اوريكي التسويه. ما شاء الله حلوه قوي، واخده اللون الذهبي الحلو من تحت، واللون الاصفر الذهبي الفاتح من فوق. بصوا دي برضو حجمها صغير، بصوا اهي، وكلها اللهم بارك مستويه حلوه قوي، وكانت جميله ما شاء الله. يعني وصفه سهله وبسيطه. بصوا دي برضو الطويله، رفيعه شويه اصغر، يعني التقطيعه دي بتقطعيها زي ما انت حابه، زي ما انت حابه وعايزه قطعي التقطيعه اللي تناسبك. بصوا اللي بالعجوه، العجوه متوزعه كويس قوي فيها ما شاء الله، واخداها من اولها لاخرها، يعني من اول القروشيه لغايه اخرها وهي واخده عجوه. مفيش حته فيها فاضيه، لان احنا موزعين توزيعه العجوه مظبوط فيها. بس كده وصفه كانت سهله ووصفه بسيطه. حطي كده طبق حلو لذيذ، اعملي جنبيه بقى كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي على الفطار على العشاء. احنا في الشتاء، والغدا طبعا يعني مثلا بيبقى مثلا على الساعة 5-6، تلاقي نفسك مثلا لو سهرانة لغاية 12 ولا حاجة، لا جوعتي، أرقشتين حلوين زي دول كده معاهم كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن، وبألف هنا وشفا. طبعا بعد بقى ما يبردوا، أنا سبتهم هنا في البولة دي.
بعد ما يبردوا ممكن تعبيهم بقى في العلبة المناسبة ليهم. انا كنت هعبيهم دلوقتي معاكم في العلبة، وبعد كده رجعت في كلامي لا، عشان مش حابة ان انا اعبيهم في العلبة وهم سخنين. ما ينفعش تحطيهم في العلبة وهم سخنين عشان ما يبوظوش لا قدر الله يعني. فحبيت ان انا اسيبهم يتهووا خالص تماما وبعدين اعبيهم اخر النهار يعني. آه، ما شاء الله عليهم كانوا حلوين قوي. بصوا مقرمشه يعني، باينه قوي من التكه يعني. مش هسيب لكم الصوت عشان بس ايه، آه، يعني في جنبي ازعاج، يعني في جنبي دوشه وازعاج جامده من الولاد، فمش هعرف ان انا اسيب الصوت. بس واضح وباين على شكلها وهي بتتقسم كده ما شاء الله. فجربوا وصفة النهاردة، ويا رب اشوفكم دايما على خير وفيديوهات جديدة، ومع الف سلامة.